جاد في زاوية منسية من مطار دمشق الدولي أقلعت في جنح الظلام باتجاه موسكو، حاملة معها رجلاً كان يوماً ما سيد الوطن. في تلك الأثناء وفي استوديوهات قناة الحدث كانت الأجواء مشحونة بالترقب. المعلومات كانت تتسرب كقطرات الماء، غير مؤكدة لكنها مثيرة. حسين الشيخ المذيع الذي ارتبط صوته بتغطية سنوات الحرب الطويلة كان يتابع الأخبار العاجلة على الشاشات أمامه بعيون لا تكاد ترمش. فجأة تحول وجهه، جاءته الإشارة التي كان ينتظرها. أخذ نفساً عميقاً ونظر مباشرة إلى الكاميرا. ساد الصمت في غرفة التحكم، ثم بصوت ثابت حاول كبح جماح انفعالاته. قال: ننوه بهذا الخبر العاجل. صمت لحظة بدت كأنها دهر، ثم كمل بنبرة تاريخية ستبقى محفورة في ذاكرة الملايين. الساعة الآن 6:10 سوريا بدون بشار الأسد. دقيقة حروب تماما بشار الأسد بتوقيت دمشق. في سوريا تلك اللحظة انفجرت من دون صيحات بشار الفرح الأسد. في شوارع سوريا، من حلب إلى درعا ومن حمص إلى إدلب. أضاءت الألعاب النارية سماء المدن المدمرة، وتعالت أصوات التكبيرات وزغاريد النساء. كانت الساعة 6:10، لحظة توقف فيها الزمن ليبدأ تاريخ